أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: السجن النافذ لأربعة أشخاص بتهمة ترويج زيت الزيتون المغشوش بالفقيه بن صالح. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، لايك للفيديو مع الاشتراك في القناة. أصدرت هيئة الحكم بمدينة الفقيه بن صالح أول أمس أحكامها في حق أربعة أشخاص متابعين في قضية ترويج وحيازة زيت الزيتون المغشوش وتزييف مواد غذائية وتوزيعها بين المواطنين. وقرر قاضي المحكمة الحكم على المتهم الأول والثاني بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم لكل واحد منهم، فيما أدانت هيئة الحكم المتهمين الآخرين ب10 أشهر حبسا نافذة وبنفس الغرامة ما تحمل الصائر والإجبار في الأدنى. تابعت النيابة العامة المتهمين الأربعة بجريمة الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، والتي يعاقب عليها المشرع المغربي بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كما ترى قناتنا لا زالت في البداية، ننتظر دعمك. كن من بين مشتركين هذه القناة، ننتظرك. اشترك، فعل الجرس للتوصل بكل جديد قناتنا، ولك ألف شكر منا.